هواية ترويض الحيوانات المفترسة من الهوايات التي لا تخلو من المخاطر. الإماراتي جاسم الأزور أحد عشاق هذه الهواية المكلفة والخطرة على حد سواء. التفاصيل في تقرير مراسلنا محمد دقامزة. كثرة أعماله ومشاغله في مجال التجارة لم تمنعه من مواصلة هواية ترويض واستئناس الحيوانات المفترسة والزواحف السامة والطيور الجارحة. بدأ الإماراتي جاسم الأزور من مواطني إمارة رأس الخيمة هوايته بجمع وتربية الطيور البرية، ثم تطورت هذه الهواية إلى تربية الكلاب البوليسية، وعندما بلغ 20 من عمره توجه إلى تربية وترويض الحيوانات المفترسة. طبعا من يوم صغير أنا كان عندي حلم لما كنت أشوف التلفزيون، كان عندي حلم إني أربي حيوان مفترس، فالحمد لله تحقق الحلم. فالحين عندي تقريبا أكثر من 30 نوع من الحيوانات. سبحان الله، يعني الله أعطاني شيء إن أنا أقدر أتعامل فيهم مع الحيوانات، والله أعطاني قدرة واستطاع إني أقدر أتعامل معهم. فمو بأي واحد يقدر يتعامل مع الحيوانات أو يربي حيوانات مفترسة. التعامل مع الحيوانات المفترسة مهمة لا تخلو من المخاطر، خصوصا إذا كانت جائعة أو في حال هياجها. من هنا فإن الأزور ومن خلال مطالعة الكتب ومشاهدة الأفلام الوثائقية تعرف على كيفية التعامل مع هذه الحيوانات، بل وأقام علاقات صداقة معها وأصبح يداعبها وكأنها حيوانات أليفة. وعلى الرغم من علاقته القوية مع تلك الحيوانات فإن ذلك لم يمنعها في مرات كثيرة من محاولة إيذائه. كثير من الحوادث اللي صارت، مثل النمر الجاكور ضربني مرة، سوالي نزيف. الأسد الكبير اللي بتشوفونه بعد شوية، هذا بعد مرة واحدة كان يلعب معي، حط مخالب على راسي فجرح لي راسي. فعادة الحيوانات لعبها شوي تكون ثقيلة، وبعض الحيوانات لما تروضها فهني تكون شوي المصيبة الأعظم إذا كانت مش متروضة من قبل. يشتري الأزور الحيوانات المفترسة والطيور من داخل الدولة وخارجها، وقام بافتتاح أول حديقة حيوانات خاصة في إمارة رأس الخيمة تضم حوالي 30 نوعا مختلفا من مجموعته الخاصة. وعن أحلامه يقول الأزور بأنه يحلم بأن تكون له محمية طبيعية تضم مختلف الحيوانات المفترسة والطيور الجارحة. محمد دقامزة، روسيا اليوم، إمارة رأس الخيمة.